وبتفرجي الصورة. والله اللي نحكي لكم فيه صحيح. فالمرأة أكيد كذبت وقالت لها إيه عاملين له كما نقولوا عمل، وأنا إذا حابة فيني أعمل ستوب لهذا العمل. أوكي، فكان هذا الكلام قدام الشخصيتين اللي كانوا معاها، وهذا مسجل. أوكي، فهي بشو بتقول ما نعرفش، ما بعرف. بيرجعوا مرة ثانية، والمرة الثانية هذية كل في شخصة قعدت بس بالصالون، يعني ما أعادت التجربة، وفي شخصين فاتوا، بس هالمرة غير، كل حدا فات لحاله. أوكي، كل حدا فات لحاله. فحتى الثمن تكاليف عندي، كل شيء لا يخفى شيء على سيدة، حتى وأنا غايبا عندي سبحان الله قدرة في جمع المعلومات، ما يغيبني شيء. أوكي، المرة الثانية لما رجعوا يعني كانت الجلسة برايفت، مو مثل قبل، يعني ثلاثتهم مع بعض. والله أعلم أنا هذا حسب الكلام اللي تقال لي في التليفون، أنه لما يعني كان في قارورة ماء، كان في أنواع بخور وما بعرف شو، وبس، ودفعت مصاري. أنا في الوقت ذاك من قبل ما تروح صديقتي على دبي للأمانة، وهذه شهادة حق، كانت يعني كثير تعبانة، يعني حتى مرتين في الأسبوع كانت أغمى عليها. أوكي، حتى نفسيتها إنه راح تروح للشغل ما كان عندها نفس إنه تروح للشغل. أنا هوني ما بتهم ولا بقول إنه السحارة المشعوذة عطات مفعولها لأنه هي سحارة شيب وآخرتك جهنم، نقولها لك طول وعرض وارتفاع ومحيط، وانت واحدة من الناس نعرفوك وين تسكن، وهاني قلت لك اسمك روضة، الأولى اسمها سماح والثانية اسمها روضة، وحذر روحك يا روضة شنية أول حاجة يستنى فيك قدام رب العالمين، وثاني حاجة انت تعرف انه تونس صغيرة وفي أي وقت ينجموا يجيو يهزوك ويغنيوا ظلموني ظلموني. انا واحده من الناس قاعده نبعث لك حتى واحده من عائلتي وتحط لك كاميرا وتسجلك، ومن بعد بذاك التسجيل تمشي تشكي بيك على خاطر الشيء اللي تعمل فيه عيب. انت قاعده لهنا كيما نقولوا تمسخرت على شخص، كذبت على شخص، وتزيد تحب تفرق اشخاص. المشكله انه الانجاز تبع الماء والبخور هذوما شنو وقالوا صديقات اللي كانوا معاها. انا ما نطلعش نحكي ونتهم مع عبادك هيك، الشخص الاول والشخص الثاني. ومع الاسف انه ساعات تضطر انه تسجل مش ما يكذبوكش، ونعرف انه حتى التسجيل ما راح ينفعني لانه ما فيني نزله، يعني 5 سنوات سجن انا مو غبيه لحتى نزل تسجيل، بس انتو ما حكيتوه. طيب لنفترض انه هذه المرأة اوكي ما جيت خبرتها لصديقتي، واحنا بالاول خذيناها على شو، مو على محمل الجد، على محمل الهزار، انه ما تصورنا انه يعني اكيد يعني ما تصورنا انه في ناس تعمل هيك شيء اول شيء. وبالنسبه لي انا ولا لصديقتي ولا في عائلتنا ماهوش من طبعنا انه نلتجئوا. هني قلت لكم حتى والله التارو حرام، يعني اللي يقولك ايوه نحب ونسمع وعادي ونحب الاكتشاف، راهو حرام الشرك بالله وكذب المنجمون ولو صدقوا، فهمتوا؟ اما لنفترض انه هذه المرأة ما اجت علمتها وما اجت خبرتها، وانا ما كنت اخذت دور المحققة وبلشت بالاتصالات، ولا حتى تعرفوا انه صداقتكم فيك لانها مبنية على مصلحة، كلكم عندكم مصلحة من بعضكم. اول ما حكيت فكرتوا انه شخص غدر راح خبرها لهيك انا اوكي ما بستحمل بما انه هي خبرت انا خبر. واصلا نحشم وقسما بالله وقسما بالله وقسما بالله نحشم انه حتى نهبطها المحادثه هذه على خاطر حاجه تقزز
ماهيش في صالحكم. حط لي القانون على جنب. كان تهبط المحادثة حاجة مقززة مقرفة وأنا نسمع ومانيش مصدقة. بلاس انه هذه الثانية تزيد تعطيك اسم شخص اخر ما نحبش نذكر اسمه. هذه شهادة حق حتى قدام رب العالمين. الكلام هذا اللي قاعدة نقوله أنا في اللايف كلام حقيقي. صديقتي تعبت صحتها من قبل أصلا ما تروح لدبي. صارت معها يعني إغماء مرتين. عملت كل التحاليل جسمها سليم. لما راحت على دبي صديقتي كنت أنا عطيتها يعني بلايص موجودة في دبي بتعمل فيها ترندات وكذوكم ملابس الصحراء وكل شيء. لما اتصل عليها كل الوقت نايمة حسستني انه راحت على ما نعرفش انا بنزرت مدينة سياحية موجودة في تونس يعني ما اخذت السيارة وراحت على دبي. انا ما بآمن بهذيك اشياء ولكن الاعراض تولي حتى انت بسيكولوجيكمان في مخك اللاوعي متاعك يولي يقول يمكن بالحق. فهمتوا علاش هذا الكل؟ هذا كل على سيدي راجل اللوبي والفنا فيه. احنا في تونس نقولوا يمشي فوكس يجيبوا بيه. مانيش نحكي على الشخص هذاك اما نقولوها يمشي فوكس يجيبوا بيه. وقفت حلول الارض وزادتك المشاوذة خذت فلوسك. شوف انا وقت اللي حلفت على كتاب القرآن كنت صادقة. فما ناس كيفاش تصدقوا كي تبكي فما حرقة فما غصة فما رعشة في الصوت تنجمش تكون تكذب. وأنا واحدة من الناس نساندها في كل حاجة تحب تعملها. أنا حتى قلت لها يعني أنت متأكدة أنه حابة تطلع تحكي في اللايف؟ قالت لي أي. علاش؟ على خاطر احنا في تونس ما عناش يعني عنا قانون للمشعوذين. اما انا اذا بروح للمشعوذة يعني ما فيك حتى ترفعي دعوة عليا. فهمتي؟ والبنت تأذت كثير. تأذت نفسيا معنويا جسديا يعني حتى بالمزح ما فيك تقبلها. يعني كأنه انت اجيت لعائلة رميتي عليهم قنبلة. عم بحكي على اي شخص ينجم يتعرض للحكاية هذه. انا انت امك اختك بنت عمك بنت خالك حتى بالمزح ما فيك تقبلها. تولي تهلوس. اوكي وخاصة انه انت قاعدة وتمشي وتشوف في روحك قاعدة توخر. يعني المفروض انه في الوقت هذا تمشي وتقدم. انت ليه قاعدة تمشي وتوخر؟ شغلك ما بدك تروحي على السنتر. لايفات ما بدك تفتحي لايفات بتظل بال20 يوم وانا نقولها يا بنتي افتح يا بنتي فانزيتك بيسألوا عليكي يا بنتي اعمل هيك ولا شيء. يعني عليه. طيب اوكي انا كذابة وهي كذابة واللي كانوا معاه كذابات. وهاني قلت لك انا لما اتصلت البنت اللي اتصلت عليها مفكرة انه افهموا بالكدا مفكرة انه صديقتها السابقة هي اللي غدرت فيهم وراحت خبرت صديقتي. فهمتوا؟ اذا ما صار هيك ما كنا رح نعرف. وانا من المنبر هذايا نتشكر اول حاجة المرأة اللي جات علمتها. نتشكر المرأة اللي جات علمتها خاطر لولا المرأة هذية راهي رقدة على وذنها. راهي ما تعرفش شو قاعد يصير عليها. كذب المنجمون ولو صدقوا. انا بالنسبة لي انا نساندها في كل حاجة تحب تعملها لخاطر انا شخصيا امن بالصداقة. انا ياما ناس وقفت معاهم وطلعوا ما يستاهلوش مش حتى مشهورين يعني نحكي لك على حتى في الحياة العادية متاعي. وانا
الصراحة كي نقول صديقتي على خاطر صداقتنا تبنات برا، يعني مش نسأل صداقتنا تبنات يعني 100% صحيحة، بدون مصلحة، بدون نفاق، بدون غدر، بدون حتى شيء. حتى لو في حاجات ساعات كان هكا باش تحكي قدامي نقولها بليز انا ما تحكيش، بعدين لما تتسرب ما تقولي انا. بس انتوا وصلتونا انه نصير نسجل، انا خبيرة في التسجيل، خبيرة. وانا المحادثات نجم نسمعهم الاشخاص ثقة، مش لما يطلعوا يحلفوا في الجيستات ويقولوا اي سمعنا يكونوا بالحق سامعين، مش هكاكا تطلع انت كدقو هو 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 في الجيستات وانت ما تعرف شيء. ما هاني قلت لكم مع الاسف انا قانون بلادي يمنعني انه نهبط. اول حاجه المحادثات، ثاني حاجه تقزز ومقرفه ماء وبخور وما نعرفش شنية يا وخيت، عيب. انا واحده من الناس ما عندي معاك تعرف شنو حتى مشكله قبل، اما توا صدقني نعرفش حتى صوتك ما عادش نحب نسمعه. وصلت معايا هكا ماكسيموم انا نتعارك مع عبد اصلا انت ماكش انتوما ماكمش متعاركين، اما انا ماكسيموم نحل لايف، نجم نتعارك انا وياك نقول لك كلام ما يعجبكش نوجعك بيه، باش نوصل نضرك. وانا مش على خاطر ما نامنش بالسحر، لا موجود. انا شفت حتى فما لاعب كرة قدم معروف يظهر لي مصري، هو يلعب في الاهلي ولا في الزمالك، طليقته عملت له سحر بركته، فقد وزنه، صار ما بيلعب، يعني معروف. انتوما يمكن اذا عندي مصريين يتفرجوا فيا راح يعرفوا. انا تصدمت، انا نسمع ومانيش مصدقه، انا نسمع ونقول يا لهوي يا لهوي يا لهوي، اهرب على فين خاي. قالك انواع، عرفتوا كي تجيكم الصدمه تحبوا توليوا متمكنين يا دوبك تلقى حل. يعني انا وليت نشوف حتى الامام شنو يقول، شنو نوع الدعاء، فما دعاء تحطه كي تجي تتحمم، فما دعاء تحطه كي ترقد، فما ايات قرانيه تسمعهم كي ترقد، فما انواع زايده، فما اللي بالصوره، فما اللي بالاكل، فما اللي بالهواء. انا وين نبته؟ يعني الكل اي شخص متعرض هذه. اما شنو يبين انه معدن الشخص سايكو عبد، يعني حتى في مخه اللاوعي متاعك اخر حاجه تمشي للبلاصه هكاكا، حتى انه باش تشوف عليه يعني حياتك منعدمه ضباب في ضباب، انه انت لازم تروح لشوافه باش تعمل لك تارو او فنجان او كسرونه على راسك. انت هتقولوا الارض انا كذابه، اوكي، مع انه عندي المكالمات. واصدقائك بعتوا بعض على خاطر صداقتكم ما كانتش مبنيه على الصح، سوري. وانا كمحققه من دوري جمع الادله الكافيه، اوكي، وسكت وخليتها تكمل تحكي. وبعدين قلت لها والله العظيم ما هيش فلانه اللي قالت، راهي في مرة، وعادي نبعث لك الفويس تسمعوا انه في مرة هي اللي اجت خبرت، واحنا بالاول ما صدقناها، بس كانت الصدمة قوية بعد لما عرفت. مرتين تروحوا عند هذه اسمها روضة، مرة تروحوا عند واحدة اسمها سماح، والثالث رحت له لحالك. الحمد لله انه احنا بلوتو هي زايدة وانا وعائلتها ناس متقين، ناس مسلمين، ناس يؤمنوا بالقضاء والقدر. الحمد لله زايدة احنا في تونس يعني عنا أئمة اللي تعمل الرقية الشرعية الكافية والوافية، اللي تدوي بالقرآن بدون هذا بخور وهذا هاو ماء، واللي خرطان بعد يقولك جيب لي شحمة سيارة
وذي الحصان وحط خبرتني كمان صديقتك انه قالت لك في خاتم تحطه تبع الكلب. اصدقائك حكاوا مش انا، اصدقائك منكم فيكم. شنو المستوى؟ على اي مستوى قاعدين؟ انا في بالي كان الناس الجهلاء اللي عاطلين ما عندهمش مخ، ما همش قاريين، ما همش مثقفين، كي ايسو يروحوا. اما شخص قاري ومثقف وواعي مش لازم ما يغني. شو مهزك غادي؟ شو مهزك؟ ما خفتش يشوفوك، ما خفتش يصوروك، نعرفش علاش انت لو تعرف انه هي قديش دفعت عليك والقرآن والرحمن، والله دفعت عليك في غيابك وفي المكالمات، يعني بالاستفزازات اللي انت كنت تعملهم، والشخص اللي يحب يطلع ويرد وهي تقوله لا ديما. لكن توصلوا لمرحلة كيما هكا. بالنسبة للصديقاتها اللي كانوا معاها، أنا الصراحة للأمانة نقولها، نعرف اللي هما ما همش وحشين وما عندهمش كنية اللي باش يضروها. أما أنت تصير تحت مني مرض، مسلمة ومكتفة. يا ربي استرنا وانصرنا يا ربي لا تشمت فينا العدزان يا ربي. والله شيء ولا يخوف. يعني واحد يمشي لأي بلاصة باش عنده هدف معين، ما نحبش نسمي الأسامي وكل انتم حاولوا افهموا، كل واحد عنده هدف معين باش يمشي له، مش من بعد باش يولي قاسي في الأمراض وهاو سحر وهاو درشنية. لا وعلى فكرة روضة انت كما نقولوا جبتها لروحك، لأنه عاجلا أم آجلا تنقل، تمشي للبحر، تمشي تعيش في الجبل، باش نبعثولك حد ماكش أصلا باش تعرفه، باش يصورك، باش يحط لك الكاميرا في الساك متاعو ويخليك تدجل، يخليك تعملهم الكل، وبعديك يمشي يشكي بيك عند الحاكم على خاطر انت تضر في العبيد وتاخذ في فلوس العبيد. انت ماكش بس تشوف قارئة فنجان او تارو، انت اصلا حتى الطريقة اللي تعمل بها رصاص ولا ما بعرف شو، بترحي هيك رصاص على المهريس احنا نسميه وبتبلشي تقري. اوكي اقري يا لله اقري، من بعد كي يزوروك في دار خالتك تو احنا نقراو عليك. انت وصلت روحك وبيك انت يجيبوا العباد الاخرين، واحد يكر على الكل. تقبلوها انتم في رواحكم، تقبلها في بنتك، تقبلها في اختك، حتى جارك ما تقبلهاش فيه، حتى عدوك العدو متاعك حتى بتفذليك بالمزح ما فيك تتقبل هيك شيء بالمزح، فما بالك يكون انه صح. الإصرار، أنا ما نقولش للأمانة ما نحرقش قبري، أنا أصلا مرة قلت لكم أكثر حاجة نخاف منها هي موت الغفلة. يعني على الأقل حتى واحد كي يمشي يقابل رب العالمين وما راسه مرتاح، أنا لا نتهم ولا نقول ريت سحر ولا حتى شيء، لكن النية والإصرار. أوكي الإصرار تبين معدن الشخص، إنه أنت شخص ماكش متزن. أول حاجة ما تخافش من رب العالمين، ثاني حاجة على خاطر حتى في القرآن موجودة قالك المشعوذين واللي يعملوا واللي اخرتهم مأساوية وعند رب العالمين هذيك في الدرجة اللي ما يسامحش عليها. ما اقولش شفتوا بعيني، صديقاتك حكاوا، وما نقولش حتى انه لما صديقتي تدهورت صحتها وعملت كل التحاليل اللازمة وطلعوا تحاليلها 100% سليمة، ما نقولش انه
مش عوضتك البودور وانه صراحة واو شي واو عملته، لا، قضاء وقدر. اما النية بما انه انت فكرتي ورحتي المرة الاولى ورجعتي المرة الثانية وما رجعتي ايدك فاضية، يعني المرة الاولى قالت لك اي فيني يعني فيني اوقف هذه العلاقة، حابين نكمل، انت قلت ما نعرفش. المرة الثانية كي رجعت فما واحدة قعدت في الصالون ما كان حابة تروح، لكن لما طلعتي ما طلعتش ايديك فاضية، وحتى السعر ماهوش رخيص، حتى كي نحكي لحمي قشر 600 دينار. عاتشوني واحدة تضرب تارو $200، اي واحدة ذو يمكن 5000 10,000 وبرشا فيها، تاع 10,000 شلبوق عليه مش حلو. انا نقول حسبي الله ونعم الوكيل. انا كان عندي نصيحة، الله غالب ولينا نعيشوا في 2025 داخلين على 2026 عايشين مع حيوانات، مع عباد ما يخافوش ربي. والله العظيم انا وليت حتى سوابعي هذوما ال5 نشك فيهم، وليت نشك في كل شيء. انا اي بنيه ولا حتى اي راجل ينجم يكون معرض للانواع هذيا، ردوا بالكم، عارفوا شكون تدخلوا لدياركم، على خاطر تبارك الله صارت عندي يعني اكتشاف ومعرفة ملمة بالأمر. فما السحر اللي بالصورة، فما السحر اللي بالملابس، فما السحر اللي بالأكل، فما السحر اللي بالهواء. ردوا بالكم، أعرفوا شكون تصوحبوا، وأعرفوا لشكون تحكيوا أسراركم، أعرفوا لشكون عند شكون تاكلوا. أنا واحدة من الناس نموت بالشر وفمي ما عادش نحلو عند الناس الكل. أنا واحدة عادي ناكل عند العباد الكل، نسمي بسم الله وناكل. توا هذايا درس، هذايا درس. يمكن ما نعرفش، ما تستفزونيش برشا، ما تستفزونيش برشا كي باش تقولوا لي وما فماش، ما تستفزونيش والله، خاطر اللي عندي في التليفون متاعي مأساة، حاجة تحشم، حاجة تقزز، حاجة كأنك خارج من فيلم رعب. فما تستفزونيش، اوكي؟ احسن، افضل شيء انه اعملوا دروس توعوية ولا توعية بالجمع، فهموها كيفاش. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل واحد تشمت الساعة مبارح انه قال دموعها فرح ودموعها طرب، انه فما عباد صارت بتتمسخر، اي انت شو حابه نسوي لك رؤيه شرعيه في اللايف، ان شاء الله فيك وفي العزيز عليك، خاطر انت ما تنجمش تحس ولا حتى انا نحس اللي هي حسته، تنجمش. انا واحد يجي يقول لي لطف راهو يمكن مسحوره، ما نرقدش، نبدا بالقانون يا سيدي الصحبي، ان كان سحرا هكا نبدا نهلوس، انا واحده نهلوس. حسوا ببعضكم، حسوا الدنيا فيها موت، مش اي حاجه تعملوها ضحكه تعملوها سكيتش. وانا نتصور صديقتي ولا مره انا بدي انا تصدمت في اللايف، هي اول حاجه صدمتنا بيه اللايف، ولا مره تصورت انه باش توصل هي تنهار بالطريقه هذيك، لانه كانت ديما في لايفاتها تبين القوه. ولكن واحد قوي 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 كي يكثر عليه الهتك ويكثر عليه الحاجات يجي وقت وينهار. فما ما تتشمتوش وما تتخيلوش انه الدموع ضعف، لا عادي واحد ياخذ بابي مشوار يمسح دموعه ويرجع لك يكور بيك. قبل يمكن اذا اصحابها او احبابها او حبوا يطلعوا يحكوا في الموضوع هذايا يتصلوا بصديقاتها يحاولوا يكذبوني. اعطيتكم الاسامي، انا سماح وروضه و600 دينار والماء والبخور، كذبوني. هاني نقول لكم انا كذبوني، ما تنجموش. يعني قبل ما ترمي بليك على العباد
احكي مع صديقاتك الساعة اللي هما خافوا من رب العالمين وشهدوا شهد حق، مش خوف منك انت ولا على شوية شهادة حق. فششي وما تفركحش، خاطر ما نجموش نكونوا الكل. انا ما مدخلنيش، اما حتى معرفتي ما عادش نحب مع صوتك ما عادش نحب نسمعه. انا باش نعمل راحه عملت بلوك على كل مواقع التواصل الاجتماعي كلهم، ما عادش نحب نراك صوتك، ما عادش نحب نسمعه. فقبل ما ترمي بليك على العباد احكي مع صديقاتك بس. هذا اللي انا نجم نقوله. اي واحد يكذبني من مش الاسامي، من العباد اللي قلت عليهم يطلع يواجهني في اللايف، ومن بعد يا انا يا هما عندي مصايب انا في تليفوني، كوارث. المحادثه كارثيه بأتم معنى الكلمه. تخرجنا قديش تشيب، يعني احنا توانسه معروفين بالثقافه بالسياحه، قديش الناس طيبين، قديش ناس متثقفين. يبدأ يقول لك هذيك المرأة التونسية المرأة القوية، المرأة التونسية. جيتوا تعرف طيحتوا كل شيء في الماء. اللي عملوا البيات، واللي بناه بورقيبة، واللي كملوا بن علي، واللي جاي بعده البيجي، واللي بعده قيس، كل ولينا الناس تحكي علينا في الجستات على شنو؟ على سحر وشعوذة. على شكون؟ على سيدي راجل بالرسمي. ما لرجال الأعمال اللي ما ينجموش يرجعوا لبلادهم خاطر عندهم قضايا على الشيكات مثلا، شنو يعملوا؟ هما لازمهم كوانن وبخور. نعرف انا رجال اعمال بين ليلة وضحاها خسروا كل فلوسهم بحكم انه عنا قانون زاد صعيب كي تعطي شيك، ولقاو رواحهم همال في بلدان ما يعرفوهمش وما ينجموش حتى يدخلوا لبلادهم. سبحان الله. شوف الحاجة الباهية في تونس انه تونس صغيرة والكلنا نعرفوا بعضنا، واللي يحب يسأل ما يضيعش. وقال لك وقتاش، اسمعوا المثال هذا، وقتاش نوليو شرفة كي موتوا كبارات الحومة. اوكي، يعني انا مثلا غدوة لما نجيب صغير ولا قدر الله توفيت بعد عمر طويل، السر اللي انا نحب نحكيه لبنتي ولا ولدي، هذاك يقعد السر يتبع فيك. ف ياما تحت السواهي دواهي، وياما اخبار، وياما حاجات. فنتصور اي طفله بلغه الجمع تحاول تستشرف، قولها ما تخافش، حد شيء ما يتخبى. انا نقلق نعمل تليفون نبعث اعطوني الملخص نتاعها، يجيبوا لي الملخص حتى من الجد نتاع به، وانا نبدا نسمع في الليل وفي الصباح نسجل، خاطر في الصباح ما نبداش فايقه وما نبداش رايقه وكل شيء، فنفضل انه نسجل باش ما ننسى حتى معلومه. انا مع اصدقائي مش العادي، يعني اصدقائي اذا دخلتك البيت وصرنا اصدقاء ونحكي ما كل يوم مع بعض وكل شيء وتصير لك مشكله تلقاني سند معك، عبد صحه معك امورك. لو كان شخص اخر في نفس الورطه او المشكله والله لا نتكلمها ولا نعمل فيها محققه ولا نجمع معلومات لا حتى شيء، ولكن هذه شهاده حق حتى قدام رب العالمين، لا زدت حرف ولا نقصت حرف. ف احسن حاجه تقزز ما لقيت حتى اسم اخر. وكل واحد يشد بلاصتو. اوكي. وبالنسبه لصديقتي نقولها ولا يهمك يا جبل ما يهزك ريح، ودموعك راهي غاليه،
وعادي درس تتعلم انه احنا مانيش الكل ملائكة، انه احنا مانيش الكل نحبوا الخير لبعضنا. عادي انا مانيش ملائكة، انا بعد شوية تلقوني يا خي نحب انا نولي لقلق، حولني الى لقلق، نحب يبدا هكا عندي جناح ونسافر. هذه اللي مشيتوا لها قولوا لها انا نحبها تحولني لقلق، صقر، نسر، نبدا نحلق هكا بين الجبال، لا ناخذ طياره ولا نقف على الديوانه ولا نعمل حتى شيء. اذا هي عن جد بنت امها. والله يا عمري ما تصورت روحي في 2025 داخلين على 26 باش نحل لايف ونحكي في موضوع كيما هذا. عمري واني قلت بلغة الجمع اي طفلة تحاول تتحداني نقولها اطلع كذبني في اللايف، في اللايف مش في الخاص، في اللايف. انا كي حكيت عطيتك 3 اسامي صحاح، سماح، روضة، 600 دينار. يلا نحلو تعليقات توا. كان تحبوا على خنار ننصحك انا تسكر عليه باش بالحق سكر على الموضوع احسن لك من ناحيتك، خاطر حاجة تقزز. اخ يا ربي اخ. رجعنا توا للطاقة الإيجابية. غدوة نرجعوا التحاليل متاعنا، نرجعوا نفذلكوا، نرجعوا نلعبوا. ربي يسترنا ويستركم، ربي محليكم والله. بام 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 بام. تان 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 تان. ولا اليوم حتى النفس باش نكملوا نضحكوا ونلعبوا، ما عنديش، خرجت مدوش طاهرة مختفية سيدة اي على خاطر كانت بحذية صديقتي، قلت في اول اللايف وفضلت انه نكمل معاها ال5 ايام اللي باش تقعدهم بحذية. ما حبيتش نتفرج في الحلقات ونحلل وكل تضيع للوقت، وهي ما كانت ظل كثير يعني، ففضلت انه نفرح بها اكثر ونخرج وكل. وهاني اليوم رجعت، هي امبارح روحت. تن 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 تن. لميوش نعبوزينك. يلا جماعة نخليكم انا سكر اللايف هذا، كان بس الهدف متاع اللايف متاع اليوم التوضيح. وغدوة نرجعوا لأجوائنا وتقلقيلنا والنميمة متاعي، وانا راني نشوف هكا الفيديوهات في الاكسبلور ونشد في راسي نغزر لصاحبتي ونقولها اي كنت نجم نعمل برشا دي سكيتش على التيحة، على المشاكل اللي صايرة في الفيلا. يا وخايتي هذيك شنو نجم نقول لكم توا. غدوة نرجع بقوة. غدوة نرجع نحل لايفات. سيدي علي العزوز يا عزامة، سيدي علي العزوز يا بابا، تاري رارا، سيدي علي العزوز يا بابا، تيرارا تيرارا تيراري رارا. تحليل حلقة اليوم لا ما حللش حلقة اليوم على خاطر مباطة يفهموها تصفية حسابات، ماهوش خوف ولكن حتى اسمه ما نحبش نقوله على فمي الصراحة يعني، وصلت معايا لهوني. فغدوة أيوب هرب مش نفتق. يلا نحبكم برشا، ردوا بالكم على رواحكم. اوكي محليكم، محلى قلبكم.
غدوة متحمسين ان شاء الله. حلقة غدوة شنو فما مشكلة. حلقة غدوة فما مشكلة بالله. باش نسألكم قبل ما نسكر، لقيتوا واحدة تحلل كيفي؟ جاوبوني نعم او لا. لقيتوا واحدة تحلل كيفي؟ لقيتوا واحدة تحلل بضماري بأجوائي؟ ما توحشتوش الدفتر متاعي وتقلقيلنا والنميمة متاعنا الإيجابية اللي نعملوها؟ خليتكم 5 أيام باش تعرفوا قيمتي. خاطر كي نبدا انا نحل لايف معاكم تبدا حللي ما تخليوليش الوقت حتى نقول السلام عليكم. غبت 5 أيام قلت خل نرجع نشوف قيمتي. شعملتوا في غيبي؟ عند شكون مشيتوا بثوث محللين؟ على فكرة يا جماعة الكلنا بربي مسيلش توحشناك. رقم 1 انت يا سيدة، ضعنا من بعدك على حنان. سيدة الحب ليه وحدك سيدودك. صحيت كمان مرجع ما عادش تغشوني. اوكي ما عادش تغشوني باش نقعد نحللكم. تغشوني راني نعاود نغيب. نوارة التيك توك بوزينكم نوارة يا نوارة هي يا نوارة هي. وين نشوف ايمن ولارا نجيو نخلي عاد من ايمن ولارا يخرجوا لي في الاكسبلور يخرجوا لي. يلا ان شاء الله اللايف نتاعي كان خفيف ظل عليكم. خليكم توا نبوسكم برشا نحبكم برشا والى نعاود غدا يلا بيزوات. اسمع واللي عندها اي مشكله حبيبها مثلا يخون فيها صديقتها قاعده تعمل لها في مشاكل ما نعرفش انا واحد كسر لها السياره وما عرفتش شكون، اتصلي على الاحمر ابعثي لي رساله اوكي وانا نتكلف بجمع المعلومات الكافيه وصدقني نوصلوا النتيجه. اوكي اي واحده عندها مشكله ولا حتى اي واحد هكا ولا هكا يجيوني ليا انا ونعملوا بحوثات طويله. سيده مش FBI. انا فما واحده ديما تعمل لي تصميم تضحكني تقول لي تشدك الدوله وما تشدكش سيده، تشدك الحكومه وما تشدكش سيده. قوتي واجتهادي وذكيه الكل نحط تليفون وي نجمع معلومات اوكي نكتب في الدفتر اوكي باش نرجع لفلان. قال لك ديما الكذاب اسالوا مرتين.